عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه القصة من القصص الغريبة جدا. كان هناك شاب يعمل سائق تاكسي في العاصمة، وهو متزوج جديد. وبيوم من ذات الأيام وهو أمام أحد الفنادق يؤشر له رجل عربي، ولكن ليس من هذه البلد. ركب معه وأخذوا إلى المكان الذي طلب منه يأخذه عليه، وبقي معه تقريبا حوالي ساعتين. قال له أنا بكرة حابب أطلع إلى المصايف، وإذا بتحب تكون معي أهلا وسهلا فيك، أنت مبين عنك شاب محترم. هذا الشاب قال له إيه، طبعا أعطاه وأكرمه في الإجرة. اليوم التالي كان أمام الفندق بيستناه، طلعوا أخذوا على المصايف. طبعا بالطريق بدور حديث، شو بتعمل أهلك كذا، قال له أنا متزوج جديد ومستأجر، ويعني بدي كون نفسي وحياتنا الصالحة. طبعا هذاك الرجل بيوصل بيتفسح بكذا منطقة، بعدين بفوت لمطعم بده يتغدى، وبيتم هذا السائق برا بيبعث له غداء لبرا كما يقول الرجل، بأنه جاني الأكل وأنا قعدت وانتظرته خلصنا. لما خلص وحب يرجع على الأوتيل، رجع بالطريق قال لي أنا بدي أروح البحر، أقعد يومين وأعود إلى هون. قال له والله ما بعرف إذا بحسن أروح، لأنه أنا ما بحسن أترك مرتي لوحدها. قال له طيب وديها عند أهلها، أو إذا بدك جيبها معك وأنا أحجز لكم. هذا الشاب رجع على بيته وقال لزوجته شو اللي صار معه، وطبعا فرح بأنه عم بيجي مصاري، وجاب لها أكل وقعدوا وياها، وحكى لها إنه هيك طلب مني هذا الرجل بأنه بده يروح بكرة على البحر. قالت له طيب خدني معك، وهو قال لك وكذا. قال لها لا شو اخذك، طيب وين بدك. المهم اقنعته انه هي بتروح، وقام وطلع لبرا وراح على المحل، اتصل على ذلك الاوتيل وطلب رقم الغرفة، وحكى مع ذلك الرجل وقال له انا جاي بكرة، بس يعني حتكون معي زوجتي. قال له ما في مشكلة، ما يخالف. بالفعل اجوا على الاوتيل وطلع معهم الرجال وراحوا على البحر، وبقي يومين، وكان بقمة الاحترام معهم، أبدا ما بدر منه أي شيء يزعجهم أو يتضايق منهم. هو راجع بالطريق قال له بكرة بنتبضع هون، وأنا بعد بكرة بسافر على المطار. لما وصلوا استراحة بالطريق قالت له طيب اعزمه بكرة يتغدى عنا، وهو بعد بكرة مسافر، وبركي هيك بتزبط أمورك، وبركي بياخدك، وبركي بيعمل لك إقامة، وبركي بيلاقي لك شغل. بلشت تلعب بقى، ينخر السوسة براسه لهالرجال. خلصوا الاستراحة، طلعوا بالطريق، قال له يا ريت تدبر لي شغل عندكم، يا ريت كذا. قال له اعطيني صورة جواز سفرك. قال له والله ما عندي جواز سفر. قال له طيب طالع وبعث لي اياه، وطبعا اعطاه كرته واعطاه ارقام وكل شيء، وقال له بعث لي على الفاكس وان شاء الله بيصير خير. بالفعل هذا الشاب صار يفكر يطالع جواز سفر، وباليوم الثاني يعني طبعا عزموا للرجال على الغداء، واجا هذاك الرجال لعندهم على البيت وتغدى، وشاف وضعهم يعني مو زيادة. اتغدى عندهم وقال له أنا خلص رح أروح طالع جواز سفر، بعد ما بوصلك على المطار بدي أرجع طالع جواز السفر، وإن شاء الله بصير خير. وذاك الرجل ما طبعا مو معرفه هو شو بيشتغل شو بيعمل، مو معرفه، بس هو كزبون عادي. بالفعل هذا الرجال اجى تغدى عندهم وبعدها غادر، واليوم التالي وصلوا على المطار. بعد فترة طلع جواز السفر وبعت له إياه على رقم الفاكس اللي موجود، واتصل معه بعدين قال له وصلني جواز. وبعد فترة تقريبا حوالي شهر اجته إقامة عمل في تلك البلد، يعني سائق يعمل في شركة توزيع مواد غذائية. هذا الرجال فرح كتير وقال لزوجته هيك طب وين بدك تخليني، وين بدك تتركني، أنا كيف بدي أعيش، أنا كيف. صارت تلعب بعقله. طيب قل له خليه يظبط لي إقامة اطلع معك، أنا نساوي جواز سفر كذا. راح حكى مع الرجل
وقال له جيب صورة جواز سفر. بالفعل راحوا كمان قدموا طالعوا جواز السفر وبعثوا له صورة الجواز، وجابها على ترتيباتهم أنا ما أعرفها مع زوجها أو على إقامة زوجها، ما أعرف شو هي الترتيبات. المهم ذهبوا الاثنين إلى تلك البلد، وأحيانا يعزموا على أكلات طيبة لهذا الرجل. وطبعا هذا الرجل تفاجأ لما وصلوا بأنه هو صاحب هاي الشركة وصاحب ومديرها. بعد فترة من الفترات، حوالي 5 شهور 4 شهور من وجودهم في تلك البلد، بيجي هذا الشاب من الرجال على البيت، ما بيلاقي زوجته، بيجن بده يدور كذا. بعدين بيروح بيقول لكفيله، بيقول كفيل أمامك أحد خيارين: إما تتكنصل وعليك مشاكل وعليك ديون وعليك أموال، وإما بتطلق زوجتك وبتبقى معزز مكرم وعم تشتغل، ورح تاخذ مبلغ محترم تعيش في حياتك، تشتري سيارة إذا رجعت على بلدك، يعني تأمن حالك وتتزوج. هذا الشاب يعني بالبداية ضايق وكذا، بعدين ما في أمامه حل أبدا، يعني إما الإهانة والسجن، وإما أنه هو يطلق هذه زوجته وهو ما أنا موجود عنده، لا مسترجي يروح يبلغ ولا مسترجي بشان، لأنه قالوا له يعني بده يتهموه بشيء أكبر من هاي القصة. هذا طلقها، وهذاك الكفيل وداها المطار ولحق فيها إلى تلك البلد وتزوجها، واشترى لها بيت في المكان اللي هي فيه، وخلاها قريبة من أهلها، وعاد إلى عمله. وترك عنده الشاب إقامته سارية، ما قلعه ولا حكى ولا أي شيء، وبعده عم بيشتغل شغله، ومدد له الإقامة أكثر من مرة. وهداك يجي على البلد، يعني يجي لعندك كل 2 و3 زيارة، يقعد يرتاح ينبسط ويرجع. كانت هاي القصة مزعجة لذلك الشاب، ولكن ما بيده حيلة. الرجل اللي أعطاه الإقامة ما له مصلحة يرجع على بلده، عشان هيك خلاه مستمر معه. 2، ما له مصلحة يتزوجها لهذه الغريبة ويبقيها في بلده. يعني أصبحت القصة معقدة على ذلك الرجل، وما هو حسان يستغني عنها، لأنه على ما يبدو شاف شيء مو موجود عند غيرها. بعد فترة من الفترات بيطلب هذا الرجال إجازة، ومضطر بيحصل إنه بياخذ الإجازة وبيرجع على بلده. طبعا قصته أصبحت معروفة للناس، بيصير يعمل مشاكل وبيتورط بقصة ماله فيها، بضرب ابن حماها القديم أخوها وبيدخل السجن. فكانت إقامته مقابل كرامته. وطبعا بعد المشاكل اللي عملها خسر إقامته وخسر زوجته وخسر كل شيء كان عم يحلم فيه. القصة فيها عبر كثيرة. أنت تعمل سائق، مالك ومال الزبون حتى تخاويه وتعرفه وتجيبه لبيتك، وتاخذ زوجتك وتروح أنت وياه لأماكن البحر وغير البحر، وتستخدم زوجتك وتطلع لبلد ما تعرف فيها حدا ومالك حدا. وحصل معك هاي المشكلة وسكتت. طبعا كان موقفك ضعيف جدا جدا. كانت الإقامة مقابل الكرامة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.